السلام عليكم. الاقتراح ديال اليوم بسكوي صحي بدون دقيق ابيض. غادي نحتاجو فيه الدقيق ديال الذرة والشوفان. صحي خاصة بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحساسية لمادة الجلوتين، فهو خالي من مادة الجلوتين. وكما كتشوفوا بمكونات اللي بسيطة، غادي نحتاجو الدقيق ديال الذرة وغادي نحتاجو الدقيق ديال الشوفان، تيبقاو على حسب الخليط. غادي نحتاجو الكاس مع مرش، كاس صغير مع مرش ديال الزيت وكاس صغير مع مرش ديال السكر. غنحتاجو البيضه وحده، وغنحتاجو بالنسبه للنكهه انا نكهت بالحامض كيعطيه واحد لوغو زوين. نتوما بالنسبه لكم ممكن تنكهوا باي نكهه عندكم. صافي طريقه التحضير كتبقى سهله. غادي ناخذ ديك البيضه، نزيدو عليها شويه د الملح باش نصحوا المذاق، ونضيفوا باقي المكونات. بالنسبه لهذا البسكوي هذا راه زوين بزاف بالنسبه للوليدات، يعني على الاقل بعدا تنكونوا عارفين شنو تنعطيوهم. ممكن كما قلت لكم تنقصوا الكميه ديال السكر. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه من الجليتين حتى هو راه صحي مزيان ومزيان ليهم. وصافي هنا غنكمل معكم الطريقه ديال التحضير كما كتشوفوا. من بعد ما خدمت شويه دوك المكونات الاخرين بديت كنزيد دقيق. ما فيه لا خماره لا حتى شي حاجه، يعني كما كتشوفوا هاد المكونات اللي فيه هما اللي كاينين. صافي وانا غادي نبقى نزيد في الدقيق ديال الذره حتى يتجمع ليا الخليط. بالنسبه للذره كنعرفوها شي شويه كتشرب. من بعد ما غادي نجمعوا يعني العجينه ديالنا، غادي نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه ولا قسمين على هذا الشكل هذا. نخليوها ترتاح ومن بعد غادي ندوزو باش نطلقوها بحال شكل الصابلي. صافي تنحاولوا نطلقوا العجينه ديالنا ما تكونش غليظه بزاف، وغادي ناخذوا واحد يا اما فورشيط ولا هذه اللي عندي ديال العجينه، المهم اي حاجه نديروا بها شي شكل. بغينا نخليوها سامبل. بالنسبه لي انا خدمت بهذا الاطار، خديت هذا الاطار الدائري وخدمت به. ممكن تاخذوا اي شكل عندكم. وصافي هادشي اللي كاين البنات. غادي نقطعوه على هذا الشكل وندخلوه للفران. الفران يكون سخون، درجه الحراره 160 درجه. نشعلو من الفوق ومن التحت، نديرو الطاوه ديالنا الوسط ونخليه واحد ربع ساعه ثلث ساعه دغيا كيتحمر وكيجي على هذا الشكل هذا. صراحه تيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه لوليداتكم، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم. باي باي.